تمرين قوي للنادي الاهلي النهارده بقياده المدرب بيدرو، وده طبعا في ظل غياب الثعلب البرتغالي مانويل جوزيه. تمرين النهارده كان مزيج بين التدريب الفني والبدني من خلال تقسيمه تكتيكيه استفاد منها اللعيبه فنيا وايضا بدنيا. كان النهارده في جرعه مكثفه للاعبين من خلال الجري حوالين الملعب. اما حراس المرمى فتستمر تدريباتهم القويه بقياده مروج الوحوش كابتن احمد ناجي. الحمد لله يعني بيتمرن بشكل كويس قوي الفتره اللي فاتت دي، وكابتن ناجي عامل معانا شغل عالي قوي بصراحه، والحمد لله يعني الواحد لو اتحط في الموقف ده ان شاء الله يعني ثقته في ربنا كبيره ان شاء الله، والفرقه والناس كلها يعني ربنا يكرم ان شاء الله. واثناء التدريب فوجئنا بمفاجاه جميله جدا، وهي ظهور نجم من نجوم الزمن الجميل هو الكابتن طه الطوخي اللي استمتعنا معاه بلقاء شيق جدا. من اسعد لحظات حياتي ان انا دخلت الملعب بعد مده طويله جدا الحقيقه. يعني طبعا اول مره، ده كلام يعني عدى عليه دلوقتي 51 سنه، لا اول مره يعني ادخل الملعب هنا مع لعيبه النادي الاهلي، وذكريات كتيره طبعا هنا سواء في التمارين او المباريات، لان مباريات الاهلي الرسميه كانت بتقام على هذا الملعب يعني استاد التتش. وانا سعيد جدا جدا اللي جيت النهارده الحقيقه، ودايما يا رب النادي الاهلي في تقدم وتطور وفوز باذن الله تعالى ان شاء الله. ايضا تواجد النهارده في التدريب احد رموز النادي الاهلي ونجم مفيش اهلاوي يقدر ينساه، هو الكابتن شوقي عبد الشافي. تعالوا نشوف لقائنا معاه. بدعو لهم بالتوفيق، وان شاء الله الاصابات اللي عندنا تبقى جاهزه للماتش. ويعني هو كل فتره كده الناس بتوحشني يعني، لانه برضو الناس الموجودين كلهم زمايل واخوه، وانا بحب اطمن عليهم دايما. فانا النهارده بالصدفه في النادي الصبح بدري واليوم اجازه، فقلت اجي اصب عليهم ونطمن على الفرقه. وبعد التدريب تواجد وفد من الاتحاد الافريقي بقياده ابن النادي الاهلي السابق كابتن مجدي عبد الغني، اللي عرفنا بيهم في زياره رسميه لتقديم واجب العزاء في موقعة بورسعيد. هم جايين يعني يقدموا واجب العزاء للنادي الاهلي في شهداء بورسعيد، وفي نفس الوقت يتعرفوا على الجهاز الفني ويشوفوا اللعيبه ويشوفوا النادي الاهلي، بيسمعوا عن النادي الاهلي طبعا تاريخ كبير جدا واكتر من 100 سنه، فجايين يشوفوا ايه النادي الاهلي ويتفرجوا عليه، ويعني وفي نفس الوقت ما عندهمش هم انديه كبيره زي اللي عندنا، ملاعب كره قدم وخلاص، انما احنا انديه بتبقى متكامله كده، بيبقى مش صعب جدا انها تبقى موجوده.